اسمه طه محمد الشاذلي، ده الملف بتاعه والكتب دي لقيناها عنده. نزلوه. طه، اوعدك محدش يلمسك تاني، وانك تخرج من هنا وفورا. بس لازم تتكلم. انت تابع اي تنظيم؟ انا ماليش تنظيم. احنا لقينا عندك كل الكتب اللي تأسست عليها كل التنظيمات. كانت عندك بتعمل ايه؟ حاسس الكتب مش ممنوعه، وبعدين دي ثقافه. عيب قوي تكذب على واحد بيحاول يساعدك. وبعدين ده استخفاف بيا. انا ما احبوش لنفسي. يا باشا انا كنت ماشي في المظاهره وبس. العماره اللي ابوك بوابها ساكن فيها ناس اكابر قوي. تعرف مين فيهم؟ اعرفهم كلهم يا باشا. اكيد بقى تعرف الاستاذ حاتم رشيد. طبعا يا باشا. تعرف ايه عنه؟ صحفي محترم، رئيس تحرير جورنال لوكير. وايه تاني؟ وبس يا باشا. شفت ازاي بقى ده كذاب؟ يا ترى هنعرف كل حاجه عن كل الناس. نعرف اللي ما تعرفوش عن امك ولا على ابوك. طب انت تعرف ان امك كانت متجوزه واحد قبل ابوك؟ انا اول مره اسمع الموضوع ده يا باشا. وبسألها لما تخرج، شوفها هتقول لك ايه. خلينا بقى في حاتم رشيد. هو لا مؤاخذه يعني، هو لا مؤاخذه شاذ. حلو. يعني ايه شاذ يا طه؟ يا باشا ما انت لسه قايل احنا بنعرف كل حاجه. خلاص يا طه، هنعمل فيك زي ما بتعمل في حاتم رشيد. واحنا عندنا ناس بتعمل الحكايه دي كويس قوي. قلت ايه؟ العهد.